فسألتها you speak English؟ فردت أم الطفلة لا. أنت عربي؟ اتفاجئ ماهر لكن فرح جدا وقال لها أنت عربية؟ الحمد لله، أنا افتكرتك أجنبية، يمكن لأنك شبههم. ليه؟ هو مفيش مصريين عيونهم ملونة؟ قال لها ماهر أكيد فيه، وكتير قوي كمان، بس باين من لهجتك إنك عربية. إزاي عرفت إني مصري؟ مش روسي مثلا أو أجنبي، يعني تقريبا كل اللي بيشوفني بيفتكرني أجنبي. ردت أم الطفلة أنا نادين من لبنان، عشت هنا تقريبا نص عمري. الأجانب أو الروس بيبقى جسمهم كله هشوم. قال لها ماهر إيه؟ أنت شفت جسمي؟ فردت نادين أكيد، كان لازم أفتش جسمك عشان أتأكد إن مفيش جرح تاني غير اللي في كتفك، أو على الأقل أتأكد قبل ما أدخلك بيتي إنك مش مسلح. فعلا لازم تخافي، بس برضو ما جاوبتيش على سؤالي، انت ازاي عرفت ان مصري؟ ردت نادين انا مش بس عرفت انك مصري، ده انت كمان ظابط وفي مهمة. اتفاجئ ماهر وقام منفوض من مكانه بفزع، وراح يدور على المسدس اللي كان شايله على وسطه، ولما ما لقيهوش بص لها وقال لها انت مين؟ ازاي عرفتي عني كل المعلومات دي؟ وفين مسدسي؟ ما تخافش، انا مش هضرك، بالعكس انا عالجتك. قال لها ماهر عالجتيني؟ اه، انا كنت ممرضة قبل 5 سنين، وجرحك كان ملتهب جدا، ولو ما كنتش لحقتك كان هيلتهب بزيادة. قال لها ماهر طب ازاي قدرت تعرفي اني في مهمة؟ انت تبع العصابة؟ ايه؟ عصابة؟ لا طبعا، انا ام الطفلة. انت بتهزر صح؟ ما تخافش، انا ما اعرفكش، انا بس انقذت حياتك لما كنت بتموت، لان بعد ما سبتك لقيتك بتنادي على امك. فتفاجئ ماهر امي؟ اه، قعدت تقول امي وحشتيني يا امي، انا جايلك. فهمت وقتها انك مصري وعربي، فدخلتك وانقذت حياتك. معلش بقى، منعتك تروح عند والدتك. فرد عليها ماهر لا، انا بشكرك جدا على انقاذك حياتي، بس بالنسبة لموضوع المهمة. فراحت نادين على صندوق صغير موضوع على رف عالي وفتحته، طلعت منه المسدس وجابته وعطيته الماهر، وقالت له الجرح اصابته مش سهلة، ما تستهونش بيه، انت فضلت نايم 18 ساعة وخرفت بكلام كتير. فقال لها ماهر زي مثلا تمام يا فندم. قلتها تقريبا اكتر من 100 مرة، وقلت كمان آسف يا فندم، بوظت العملية وكنت خايف تموت وابنك وبنتك يكبروا من غير أب، وخلاص خلاص ما تكمليش، أنا شكلي عكيت الدنيا. ضحكت نادين وقالت له فعلا، لو كنت وقعت في إيد العصابة كانوا هيفرحوا بيك قوي. فهنا قال لها ماهر انت كنت عايشة هنا في اليابان بقالك كتير، وكمان شكلك باين عليه الفقر، مع انك قلتي انك كنت ممرضة، ازاي؟ ردت نادين كل واحد فينا في الحياة عنده مشكلته الخاصة، ما تشغلش بالك بينا. قال لها ماهر عندك حق، لو ده بيضايقك آسف، مش هتكلم فيه تاني. هي الساعة كام دلوقتي؟ وبتسأل ليه؟ عشان أخرج من هنا بسرعة. بقول لك جرحك صعب وملتهب وبتخطرف وعايز تمشي، وانت مش معاك فلوس حتى تشتري بيها علاج. فقال لها ماهر عرفت منين؟ ما قلت لك انا فتشت جسمك. فعلا افتكرت. خلاص استنى شوية احط لك تاكل، انا عملت لك عصيدة خفيفة تاكلها وبعد كده تاخد علاجك وتنام. فقال لها ماهر انا مش عايزه اكون حمل تقيل عليكي واحملك اكتر من طاقتك. ردت عليه نادين بكل ذوق
تكرم عينك أخي، كلنا إخوة. تسلم يا رب. فضل ماهر في بيت نادين لفترة لحد ما قدر يسترد صحته والجرح يلم. كانت نادين كل يوم بتروح الشغل وهو كان بيهتم بكيتي في البيت. كيتي دي بنت نادين، كانت دايما بتفكره ببنته أمل، كان بيخاف عليها قوي. كانت نادين بتشتغل خادمة في حمامات فندق 5 نجوم، ده كان مخلي ماهر مستغربها لأنها باين عليها إنها متعلمة تعليم كويس وبنت ناس، ليه تشتغل خادمة في حمام بدل تخصصها؟ فكان ماهر واثق تماما إن نادين وراها مشكلة كبيرة، ولكن كان خايف يسألها ويعرف ظروفها، يمكن لأنه مش في بلده ومش هيقدر يساعدها بأي حاجة، بالعكس هي اللي كانت بتساعده وبتراعيه دلوقتي. قلق ماهر على المهمة اللي ما كانش يعرف عنها أي حاجة ولا كان قادر يتواصل مع أي حد، فقرر يروح عند الفندق اللي كان نازل فيه علام المنفلوطي عشان يراقب الأوضاع من هناك. وهو بيراقب الفندق شاف نادين، واكتشف إنها شغالة في نفس الفندق اللي كان نازل فيه المنفلوطي. رجع وما قدرش يوصل لأي حاجة، فضل يفكر ويقول لنفسه طب ممكن يخلي نادين تساعده في المهمة وتجيب ليه الأخبار، بس افرض عرضها للخطر هيكون ايه مصير الطفلة؟ فقرر أخيرا إنه ما يسألهاش عن أي حاجة. أول ما روحت نادين البيت لقيت كيتي بتعلم ماهر اللغة اليابانية، وصوت ضحكهم وهزارهم كان واصل لآخر الحارة. دخلت نادين تغير هدومها، لقيت ماهر مجهز العشاء والبيت كان مترتب وبيلمع من كتر النظافة، فدمعت عينيها وقعدت تعيط. جريت عليها كيتي تحضن فيها وتعيط هي كمان. راح ناحيتهم الضابط ماهر وشال كيتي وطبطب عليها عشان يسكتها وسألها حد ضايقك في الشغل؟ حد زعلك؟ أو أنا عملت حاجة ضايقتك؟ اعتذرت نادين وقالت له أنا أسفة، بس دي أول مرة ألاقي كيتي بتضحك وبتلعب من فترة طويلة، بسببي كانت عايشة أيام صعبة، وكمان أول مرة أرجع الصراحة ما أعملش حاجة في البيت. يا شيخة خضتيني، افتكرت حد ضايقك أو اتخنقت مني وعايزة تطرديني. ضحكت نادين وقالت له لا ما تخافش. قال لها ماهر والله كل بنات العرب واحد، يعيطوا من مفيش ويضحكوا بكلمة. قالت له نادين فعلا بنات العرب طيبين القلب. فقال لها ماهر خلاص ادخلي غيري هدومك واقعدي كلي، وانا يا ستي هلعب مع كيتي شويه بعد وصلة النكت اللي نكدت عليها بيها دي. قالت له نادين تكرم عيونك. بعد ما خلصت نادين الاكل راحت عشان تتكلم مع ماهر. كانت كيتي نامت وهو بيحطها في السرير، وبعد ما خرج سألته هي مهمتك كانت في فندق لامور؟ استغرب ماهر وعرفت منين؟ تعالى نقعد الأول. راحت نادين عملت كوبايتين قهوة وقعدوا على كرسيين قصاد بعض. سألها ماهر عرفت منين الكلام اللي قلتيه من شوية؟ قالت له نادين خرجت في الاستراحة أشرب كوباية قهوة في روف الفندق في الدور التاني، وقتها شفتك واقف بعيد بتراقب الناس اللي داخلة واللي خارجة من الفندق، ووقت ما خرجت عشان انده عليك كنت اختفيت. فقال لها ماهر ولما شفتيني فهمت ان مهمتي كانت هناك. مش بس كده، الفندق كان بقاله نص سنة بيحضر لمزاد مهم، واحنا الخدم كنا عارفين كل ده، بس قبل المزاد بأسبوعين لقينا الفندق مترشق بالمخابرات والنزلاء كلهم كانوا من العصابات المشهورة. استني عرفت ازاي ان الفندق كله بوليس ومخابرات؟